السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب مع أخبار الأهلي السريعة. هنشوف صفقة بن رمضان ليه بقت خارج حسابات الأهلي، بقت أوت. الصفقة الجديدة، الجناح الأيمن الجديد اللي الأهلي خلص معاه وظبط كل حاجة تمام معاه. وكمان هنشوف الأهلي إزاي بيطور من القناة الخاصة بيه، ورأي الكابتن بشير التبعي الغريب العجيب اللي هو قاله. اهلا وسهلا بكم. هنتكلم دلوقتي على الصفقه اللي هي زعلت جماهير النادي الاهلي، وهي صفقه بن رمضان. صفقه بن رمضان ما تمتش لعده اسباب، اولها ان النادي بتاعه عامل ازمات كتيره ومعقد الدنيا خالص، وده طبعا ما ينفعش مع نادي كبير زي النادي الاهلي. كابتن محسن صالح اللي هو عضو في لجنه التخطيط قال كلام جميل قوي، لكن اللاعب ده يا جماعه ما فرقش كتير عن اللعيبه اللي موجوده، وده مش تقليل من شأن اللاعب. ليه؟ لان معنى كلامي ان لعيبه الاهلي موجوده برضو في لعيبه كويسه جدا وممتازه، فده مش تقليل من شأن اللاعب، بالعكس هو لو لاعب جيد يبقى اللعيبه اللي في الاهلي برضو لعيبه ممتازه. كمان محسن صالح قال حاجه مهمه جدا، قال ان اللعيبه العرب اللي بيروحوا اوروبا الشرقيه زي المجر ويوغوسلافيا، البلاد ديت يا جماعه بيكون المرتبات فيها ضعيفه جدا، يمكن بالعكس مرتبات النادي الاهلي بالنسبه للاجانب هنا افضل بكتير جدا ليهم. وبعدين خلينا واضحين بقى مع بعض ان الاهلي النادي، انا بقول نادي عالمي، يعني نادي عالمي يعني بيروح، يعني اولا واخد كل البطولات، ثانيا زعيم افريقيا، ثالثا واخد بطولات كتيره جدا جدا جدا، وعلى الصعيد العالمي كمان هو مؤثر جدا ومعروف جدا. يكاد اللي الناس ما تعرفش منتخب مصر قوي الا عن طريق النادي الاهلي، لانه بيروح كاس العالم للانديه. يبقى معنى كده ان النادي الاهلي حلم لاي لاعب يوصل ليه، لان فعلا ان هو نادي عالمي. طيب من الاخبار الحلوه للنادي الاهلي ان الاهلي وصل لاتفاق مع جناح ايمن قوي جدا من الصين، واحنا عارفين طبعا ان الصين في الكوره مش قد كده وضعيفه جدا، لكن معنى ان هو يوصل للاعب من الصين يبقى معنى كده ان اللاعب ده اكيد مميز جدا. مثلا على سبيل المثال ليبيريا طلعت احسن لاعب في العالم قبل كده جورج واي، فهكذا. فمش شرط عشان الدولة ضعيفة كرويا ممكن ما يطلعش منها نبغة، لا بالعكس ممكن يطلع منها حاجات كده فلاتات يعني. والاهلي خلاص اتفق على كل حاجة، وكولر نص كل حاجة مع إدارة النادي هناك، وان شاء الله يكون في صفقة جديدة تاني للنادي. يبقى نقدر نقول ملخص سريع كده للاهلي ان الاهلي تعاقد السنة دي مع 4 لعيبة. لاعب الاهلي سيف ايمن في خط الدفاع، وعمر الساعي جه من الاسماعيلي في خط الوسط، واشرف داري اللاعب الحريف في الموهبه اللي من المغرب، ويحيى عطله. دول الاربعه الاساسيين. كابتن بشير التبعي بيقول حاجه غريبه قوي، بيقول ايه المشكله لو كان النادي الاهلي استضاف؟ انا بقول له يا كابتن بشير هي ما فيهاش حاجه فعلا خالص ولا اي مشكله، بس المشكله الحقيقيه فعلا يا كابتن بشير قبل ما تبص ناحيه الاهلي بص ناحيه الزمالك. انا هقول لك على حاجه بسيطه قوي، انا من ساعه ما شجعت كوره من زمان عمري ما شفت مثلا الزمالك لو اتغلب في مباراه في بطولة مثلا زي بطولة الكاس من الأهلي إنه طلع استلم الميدالية الفضية، أبدا مستحيل، اللي هي بس مرة أو مرتين بالكتير في الكام سنة الأخيرة، بس ولا أكتر ولا أقل. أتحداك لو جبت لي الزمالك طلع استلم الميدالية الفضية كمركز تاني إما بيتغلب من الأهلي، ما بيعملش كده، بيخش على أوضة اللبس وخلص الموضوع، والأهلي هو اللي بيستلم الكاس وياخد الميدالية وهكذا. ليه؟ قول لي أنت ليه؟ فده ما ينفعش يا كابتن، دي مش عقلية نادي محترف، نادي بيفكر باحترافية. بعد ده كله حضرتك جاي بتقول لي لازم يكونوا مع بعض على الطيارة؟ ما ينفعش يا كابتن. قبل ما تبص الناحية التانية بص الأول، أعتقد جوه النادي كلنا عارفين ان الاهلي دايما بيدور على كل ما هو جديد لمصلحة النادي، عشان كده الاهلي تعاقد مع شركة لإدارة القناة الخاصة بيه عشان القناة توصل لأعلى مستوى من البث. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو مع أخبار الأهلي السريعة. أتمنى لو اختلفت معايا أو أيدتني في الرأي اكتب لي في التعليق، وما تنساش الاشتراك في القناة من صوت الملعب. كان معكم هاني محمد، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.